للنادي الأهلي وبالتوفيق لكل الفرق المصرية والعربية في المسابقات الأفريقية. تاني خبر معايا عن النادي الإسماعيلي. الإسماعيلي يعلن قائمة لاعبيه في مواجهة بلوزداد. النادي الإسماعيلي الكابتن صبري المنياوي أعلن قائمة بتضم 18 لاعب عشان يخوض بيهم مباراته مع شبيبة بلوزداد الشقيق اللي وصل يوم الأحد ولقى استقبال الحقيقة جميل جدا في القاهرة. والوقت رئيس النادي موجود في الإسماعيلية في اتفاقية للتوأمة ما بين الناديين، والحقيقة يعني استقبال جميل جدا. وكمان الأشقاء في الجزائر كانوا قابلوا الإسماعيلي بشكل رائع. المهم ان القائمة بتضم او ما فيهاش مفاجآت، فيها أحمد خيري، فيها عمرو السولية، فيها عمر جمال، فيها جودوين، أيضا جون أنطوي. كل النجوم النادي الإسماعيلي موجودين في القائمة. أروح لخبر آخر عن عصام الحضري. عصام الحضري يتخلف عن تدريبات المريخ ويعود للقاهرة. كنا أشرنا أن في أزمة في المستحقات المالية الأسبوع اللي فات بين الحضري وإدارة المريخ، وقلنا أن ليه مستحقات ب 167 ألف دولار، والأمور يعني توترت شوية، لكن مجلس المريخ وعد أن هو هيسدد كل مستحقات الحضري المتأخرة. المهم أن الحضري حصل على أجازة وتوجه إلى القاهرة عشان هيتوجه للأراضي المقدسة ويعمل عمرة. بنقول للحضري التوفيق، وبنقول يعني أنه المريخ من الأندية المميزة جدا، وإدارته الحقيقة أيضا كانت على مدار السنوات السابقة إدارة مميزة جدا. ما ننساش حسام البدري لما كان مدير فني، عصام الحضري، طارق سليمان، كل دول عملوا في المريخ، وقبليهم كمان كان في دكتور محمود سعد، وجاء كم كبير جدا. هروح لخبر يسعدنا جميعا. جمال الغندور، الحكم الدولي المصري جمال الغندور، والراحل سعيد بالقولة المغربي، وعلي بوكسيم، وكمان سعد كمير الكويتي ضمن قائمة أفضل الحكام في تاريخ كرة القدم في العالم. الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عمل ملف خاص بالحكام عن أفضل 100 حكم في آخر 25 سنة، وجمال الغندور جه في قائمة أفضل 100 حكم في العالم واحتل المركز رقم 98. الراحل سعيد بالقولة كان في القائمة، كمان أيضا علي بوكسيم الإماراتي، وسعد كميل الحكم الكويتي الشهير. بنقول لهم ألف مبروك وشرف جميل جدا، وإن شاء الله هنحاول نعمل اتصال خلال هذه الحلقة في النصف الثاني بالكابتن جمال الغندور. عرض نرويجي لسعد سمير نجم النادي الأهلي. مدافع النادي الأهلي سعد سمير تلقى عرض عشان يحترف في نادي اسمه برانا النرويجي. النادي بيحتل المركز الرابع في الدوري النرويجي، وسعد قال أنا نفسي أخوض تجربة الاحتراف، والنادي المفروض منتظر الرد، والأهلي لجنة الكرة ستعلن الموقف خلال الساعات القادمة سواء بقى سعد سمير أو احترف في الدوري النرويجي. بنتمنى له التوفيق. طارق دياب يصف رئيس الاتحاد التونسي ومعلول بالعصابة. يعني طبعا الأمور توترت جدا ما بين طارق دياب، كابتن طارق دياب وزير الشباب والرياضة التونسي، وكابتن وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي. وقلنا الأسبوع اللي فات أنه طارق دياب كان بيود أنه يختار نجم الترجي خالد بن يحيى. على الجانب الآخر الاتحاد التونسي كان منحاز جدا لنبيل معلول واختار نبيل معلول. الموضوع ده عمل أزمة وعمل فجوة. طارق دياب هاجم الاتحاد التونسي، والاتحاد التونسي طلع بيان كمان وشكى طارق دياب، كابتن طارق دياب شكاه لحزب النهضة. حزب النهضة اللي هو بيتولى رئاسة الوزراء في تونس، والأمور اشتعلت. فخدوا تصريح من طارق دياب فقال إنه نبيل معلول ووديع الجريء مكونين مع بعض مجموعة، وإن هم ما بصوش لمصلحة الكرة التونسية، وإن كان في تجاوزات في كأس الأمم. يعني يا ريت كلنا نقف مع المدير الفني أيا كان، ويا ريت الخلاف إذا كان في خلاف أو بعض الخلافات بين الكابتن طارق وبين رئيس الاتحاد التونسي إن هي تنتهي على وجه السرعة عشان نتيح الفرصة للاتحاد التونسي وللفريق إن هو يعمل نتيجة إن شاء الله. محمد فاخر مدرب الرجاء الكلام على لسانه، الدوري لن يحسم إلا في الجولة الأخيرة، والكأس العربية ليست من أهدافي. الحقيقة تصريح غريب شوية جدا، لأنه الرجاء هيلعب مع القوى الجوية العراقية يوم الأربعاء وقرب جدا من التأهل، وجمهور الرجاء حاطط يعني أمال كبيرة جدا الرجاء يفوز بالبطولة، وكل الخبراء بيعتبروه إنه من ضمن المرشحين. فمحمد فاخر بيقول لهم الدوري
يعني مش هنقدر نحسمه الا في الجوله الاخيره، لان في تنافس مع الجيش الملكي ومع الوداد، ولكن كاس العربيه مش من اهدافه. الجزائري محمد بن نوزة يدير ربع نهائي كاس الاتحاد العربي، المباراه اللي كنت بكلم حضراتكم عليها من لحظات، اللي هي هتجمع الرجاء مع الرجاء البيضاوي المغربي مع القوى الجويه العراقيه. هيديرها الحكم الجزائري محمد بن نوزة، ونادي الرجاء طبعا 25,000 تذكره، والمباراه هتقام في مركب محمد الخامس. دي يمكن اهم الاخبار اللي عندنا، لكن طبعا بيهمني اتواصل مع حضراتكم دائما على الموقع الالكتروني الخاص بينا على الفيسبوك. عنوان الصفحه هي الكره الافريقيه، نخش على السيرش او على الباحث ونكتب باللغه العربيه الكره الافريقيه، ونقدر نعمل لايك ونشترك ونبعت رسائلنا. تعالوا ناخد اول مجموعه من الرسائل جات لنا في حلقه اليوم. عبد الرحمن الشريف، ممكن رؤية عن مشوار الهلال في دوري الأبطال يا كابتن طارق؟ حاضر، في فقرة النهاردة عن الهلال وعن المريخ إن شاء الله، وهتكلم على موقفهم. علي ميتو، أنا شايف يا كابتن الزمالك بيقدم كرة ممتعة جدا السنة دي، مفيش شك. سيد طارق، يا أستاذ طارق، ما هو أقوى فريق في الدورة الأولى في الدوري السوداني؟ هو اتلعب جولة واحدة بس، والهلال والمريخ كانوا مميزين. محمد حمد النيل مالك، أنا محمد حمد النيل من السودان مدينة العزازي، بتمنى منك يا أستاذ طارق توسعوا تقريركم عن الكرة السودانية أكثر، لأننا احنا خاصة في السودان ما بنفوتش أي حلقة من البرنامج، وأنا عن نفسي بحضر الحلقة مرتين. طيب، محمود حجاج، لماذا لم يلعب مونتاري وواتينج مع البلاك ستارز في الكاف الأخيرة؟ في فقرة هنشوفها طريفة جدا النهاردة عن ردود الفعل بعد المباراة دي اللي لعب فيها النجمين دور في فوز ميلان على برشلونة. نعمان أحمد، تمام، نريد رؤية فنية عن فريق المريخ، في فقرة عن المريخ هنشوفها النهاردة. أيوب اسكوما، نجوم القارة يستعون مع أنديتهم ويخيبون الأمال مع بلدانهم. تلال محمد، برنامج جميل ورائع بحق، وبيقول مزيد من التقدم، شكرا ليك. خالد روكي، كريستيانو رونالدو أفضل لاعب، زميلكم خالد من جزر القمر. عمار محمد الشيخ، بسألكم ماذا عن بطولة كأس الاتحاد الأفريقي؟ الدور التمهيدي العودة هتبدأ يوم الجمعة إن شاء الله، بالتحديد فريق الخرطوم المدني تعادل في المباراة الأولى، انتزع تعادل مهم من بطل ليبيا. نيل عبد القادر، ازيك يا كابتن، بداية قوية للدوري السوداني والف مبروك للأهلي السوبر، وعقبال الأهلي والمريخ في النهائي القاري. آخر رسالة أيوب لويز المغرب، من هو الفريق الذي ترشحه للفوز بالدوري المغربي؟ هنقول الرجاء والجيش الملكي والوداد، دول أقوى المرشحين. ما رأيك فريق الوداد؟ فريق عظيم طبعا وليه شعبية كبيرة تاريخه عريق بالتأكيد يعني. طيب، هروح لأول فقرة مصورة معايا، وهتكون تقرير عن كرة القدم في الصومال. يعني ناس كتير بيقولوا انتم مركزين مع شمال أفريقيا ومع السودان ومع الكاميرون وكوت ديفوار، ما جبتوش حاجة على الصومال، على موريتانيا، على جنوب أفريقيا. تعالوا نشوف تقرير عن كرة القدم في الصومال اللي ليها تاريخ عريق على فكرة. يعني اتحادها تأسس من 63 سنة، سنة 1950، وانضم للاتحاد الدولي سنة 60 وللكاف سنة 68. المشكلة انه الامكانيات ضعيفة في الصومال، وكلنا عارفين انه في بعض المشاكل هناك، ولكن الناس بتحب الكرة جدا. والدوري الصومالي بالمناسبة 8 أندية، واللي فاز بيه فريق اسمه هيلمان اف سي. الفريق الصومالي بيطلقوا عليه لقب نجوم المحيط، ورغم الظروف الصعبة والامكانيات القليلة، لكن بيحاولوا دايما ان هم يتغلبوا عليها، وزي ما قلت بيعتمدوا بنسبة كبيرة جدا على الشعبية الكبيرة للكرة وعلى اهتمام الناس بيها. بصوا حضراتكم الملعب اللي بيلعبوا فيه عامل ازاي. يعني طبعا في ملعب طبعا، ومشروع الهدف مهتم طبعا بده، وان شاء الله نشوف ملاعب ونشوف نتائج رائعة في الصومال، قطر عربي شقيق علينا وغالي علينا طبعا بالتأكيد. كمان هروح على سان داونز في جنوب أفريقيا، يعني برضو هطلع من الصومال في أقصى الشرق واروح للحديث عن سان داونز. سان داونز فريق في جنوب أفريقيا، لعب قبل كده قدام النادي الأهلي في أكتر من منافسة في دوري الأبطال، وهذا الفريق الحقيقة السنة دي ترتيبه متأخر شوية، والمدير الفني بتاعه بيقول إنه يعني الناس ما تستعجلش علينا وما تحاسبناش بالقطعة، لابد أن يكون في صبر شوية، لأنه يعني احنا بنمر بمرحلة تغيير الجلد في الفريق. سان داونز زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي ترتيبه التاسع، القائمة بيتصدرها كايزر شيفز، وطبعا النادي تأسس سنة 70، يعني فريق سان داونز ده تأسس سنة 70،
واخر مباراه في الدوري تعادل مع جولدن ارو 1-1. عايز اقول لحضراتكم انه يعني طبعا فريق سان داونز زي ما قلت لعب قبل كده مع الاهلي في اكثر من منافسه، وخاصه في دوري الابطال. يعني من الفرق الكبيره هو وكايزر شيفز، هو واورلاندو، والثلاث فرق ربما يكونوا هما الاكثر مشاركه في منافسات دوري الابطال وفي كاس الكونفدراليه، وعلى طول بيكون التنافس ما بينهم. لكن زي ما قلت الناس قلقانه شويه لان الفريق السنه دي ترتيبه التاسع. جنوب افريقيا في رصيدها طبعا بطوله كاس الامم عام 96، في رصيدها التاهل لكاس العالم سنه 98 وعام 2002. اعتقد يعني انجازات لا باس بها. السنه دي نظمت كاس الامم بس ما كملتش وخرجت من الادوار الاولى، يعني ما كانتش موفقه او يعني ما كملتش حتى للمربع الذهبي. هذا الاسبوع كمان بيجي لنا رسائل من ليبيا كتير، بيقولوا يا جماعه اخبار ليبيا، بنجيب حاجات عن ليبيا، بس كرة القدم في ليبيا كانت واقفة متوقفة، ما كانش فيه مسابقة دوري احنا عارفين، وما كانش فيه مشاركة أفريقية. لكن لما بيكون في حدث زي اللي أمامنا دلوقتي بنتكلم عليه. هذا الأسبوع منتخب قدامى ليبيا أو المنتخب الليبي في الثمانينات وفي التسعينيات عمل مباراة ودية مع قدامى نادي فلامينجو البرازيلي. المباراة كانت مساء الأحد في استاد مدينة طرابلس، وكانت في رعاية أو تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الليبية. المباراة انتهت بفوز فلامينجو 2-1، وسجل الهدفين ريكاردو، وعلى الجانب الآخر اللي سجل الفريق الليبي وليد الشبلي. الجمهور قليل طبعا لأنه المباراة للقدامى ولسه النشاط في ليبيا، الدوري لسه ما استؤنفش ولسه الأمور محتاجة بعض الوقت بالتأكيد. لكن إقامة حاجة زي كده وحدث زي ده أعتقد أنه يعتبر شيء جميل. بالمناسبة كمان ليبيا الأسبوع ده اختارت رئيس جديد للاتحاد الليبي، هو أنور الطشاني. أنور الطشاني هو تم انتخابه في الجمعية العمومية كرئيس الاتحاد الليبي. والجميل انه الفرقتين اللي امامنا فلامينجو والمنتخب الليبي لعبوا مع بعض من 27 سنة في نفس الملعب ده، وكان فاز الفريق الليبي او المنتخب الليبي 2-0. نقول طبعا نحب نشوف مباريات ومنافسات على ملعب طرابلس، والحقيقة الكرة الليبية كرة عريقة جدا. في البداية قلت لكم خبر يعتبر سبق لشاشة نايل سبورت، واعتقد اسعدنا جميعا وبيشرفنا لما الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء يختار افضل 100 حكم في تاريخ العالم في اخر 25 سنة، ويكون ما بينهم الحكم الدولي المصري جمال الغندور. اعتقد ده شرف لينا جدا. معانا على الهواء هاتفيا كابتن جمال الغندور. كابتن جمال اهلا بحضرتك والف الف الف مبروك. اهلا بيك يا استاذ صالح، تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المشاهدين، وربنا يخليك الله يبارك فيك. يعني عايز اقول لك انه الدوله للتاريخ والاحصاء بيهتم طبعا. يا ريت بس نعلي الصوت شويه يا كابتن جمال. ايوه يا ريت بس حضرتك تعلي صوتك شويه، وبرده في الاستوديو يا ريت يعلوا الصوت اللي داخل لي شويه. اتفضل يا كابتن. عايز اقول لك انه الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء هو مهتم بجمع الاحصاءات في كل الالعاب ونحو كل العناصر، واعتقد ان هو بيستمد بياناته دي من المشاركات للحكام في البطولات، مهما يعني كل البطولات مثلا القاريه والبطولات الدوليه. وبس احيانا لما بيجي يختار او بيعمل ترتيبه على فترة زمنية، من الممكن انك انت تكون مشارك في جزء بس منها، مش مشارك في كلها. يعني لما تيجي تتكلم عن 25 سنة هتلاقي مثلا انا التحكيم الدولي بالنسبة لي كله 10 سنوات فقط يعني. لكن طبعا ده شيء كويس وشيء يسعدني وبحمد ربنا سبحانه وتعالى عليه. لكن كابتن جمال عندك ألقاب كثيرة جدا، وتم اختيارك أفضل حكم في العديد من المناسبات، وحكمت في كأس العالم. لكن أعتقد اللقب ده لقب مهم جدا، لأنه أنت بتتكلم في 25 سنة ومئات الحكام شاركوا في كأس العالم، ومئات الحكام شاركوا في دورات أولمبية وفي منافسات مهمة. ويعني أعتقد دي لوحدها يعني تتحط كده لوحدها وبرواز مهم جدا وبصمة هامة جدا في مسيرتك. والله الحمد لله يا استاذ طارق، ده شيء طبعا يسعدني، والحمد لله انه لما بيكون في حاجه
بيتم اختيار عناصر من العالم كله في زمن كبير زي ده ويكون حد من مصر فيه. اعتقد ده شيء طبعا يسعدنا كلنا كمصريين، بغض النظر عن اسعادي انا شخصيا باني انا اكون هذا الشخص. يهمني ان احنا يكون اسم بلدنا مرفوع وموجود دايما في كل المناسبات. نتمنى ان شاء الله انه يدخل هذه القائمه في المستقبل اللي جاي حد ثاني من الحكام المصريين. نتمنى التوفيق للتحكيم المصري، وان شاء الله كابتن جمال كل مجتهد نصيب يعني. يا رب. بشكرك جدا كابتن جمال، بقول لك الف مبروك، انجاز مشرف جدا وشيء رائع جدا. واحنا طبعا كنا سعداء جدا لما شفنا الخبر على موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، جمال الغندور ضمن قائمه افضل 100 حكم في تاريخ كره القدم في العالم في اخر 25 سنه تحديدا، من عام 1987 او 88 وحتى اليوم. القائمه فيها 3 حكام عرب اخرين زي ما قلت، كميل من الكويت، وايضا علي بوكسين من الامارات، والراحل المغربي رحمه الله عليه سعيد بالقول. الف مبروك لجمال الغندور وله حكامنا العرب. هروح لمنافسات مهمه جدا برضو. كتير من الساده المشاهدين طلبوا ان يكون في تواصل مع بعض مسابقات الدوري ونشوف لقطات منها. النهارده هنشوف مسابقات مختلفه، لكن هبدا بالدوري التونسي. والدوري التونسي ساخن جدا زي مصر بالظبط، مجموعتين، مجموعه فيها الافريقي والترجي، وعلى الجانب الاخر مجموعه اخرى فيها النجم الساحلي والصفاقسي. الافريقي هذا الاسبوع تعادل مع ترجي جرجيس 1-1. سلامة القصداوي تقدم للنادي الافريقي، وحمدي الجبالي سجل هدف التعادل لترجي جرجيس. والافريقي السنه دي كويس، يعني هو في المركز الثاني وعنده مباراه مؤجله، عنده 19 نقطه، بينه وبين الترجي 3 نقاط فقط. فاعتقد يعتبر انجاز يعني لفريق ترجي جرجيس، ويعتبر برضو الافريقي ماشي بشكل كويس، وهو مرشح بقوه هو الترجي يتاهلوا عن المجموعه اللي بيلعبوا فيها. والناحيه الثانيه بقى في النجم الساحلي والصفاقسي وفي المونستير، بعض الانديه ماشيه مسيرتها بشكل كويس. ده الترجي التونسي كسب 4-1، وطبعا كلنا عارفين انه الترجي في طبعا جهاز جديد بعد نبيل معلول ما استقال، وبيتولاه ماهر الكنزاري. وطبعا فوز 4-1 نتيجه كبيره، فاز على اولمبيك الكاف. هيثم الجويني هدف الاول والثالث والرابع، ويوسف بلايلي سجل الهدف الثاني. الترجي كان تعثر في اول مباراه بيلعبها مع الكنزاري، لكن استعاد الامور ورجع للانتصارات مره اخرى. وطبعا هو مدرب كبير، والترجي فريق كبير بالتاكيد ونقدره ونحترمه. كمان عندنا لقاء البنزرتي والاولمبي الباجي. البنزرتي فاز 2-0، البنزرتي كان ثاني الدوري التونسي. ادي نبيل معلول بعد ما تولى المنتخب التونسي وعين الجهاز والاطار الفني الجديد، وبعد ما أثير في الآونة الأخيرة على أنه خالد بن يحيى ولا نبيل معلول، وأنه الكابتن طارق دياب عايز خالد بن يحيى والاتحاد التونسي عايز معلول، لكن في النهاية زي ما قلت معلول هو اللي تولى، والمفروض الكل يكون وراه الوقت. خلاص مفيش بقى وقت ان احنا نشكك في ده او نقول فلان، وزي ما حصل في المغرب. يعني في النهاية لما جه الطوسي الكل وقف مع رشيد الطوسي، وبدو الزكي حتى كان أول المهنئين وأول المدعمين له. واحنا بنتكلم مع الدوري التونسي في لقطة طريفة كده هنشوفها مع بعض. كانت في إحدى التدريبات لفريق الملعب التونسي، بيتدرب استعداد للمنافسات، وزي ما شايفين كده بعض الكلاب موجودة في الملعب وعملت كده نوع من الدربكة شوية في التدريب. لكن يعني اهو يعني طبعا لابد ان احنا طبعا في الملاعب العربية بقى واخدين بالنا من الحاجات ديت، وطبعا بيبقى فيه عاملين في كل الأندية بيبقوا خاصين بمثل هذه الأمور. لسه مستمرين مع حضراتكم، وطبعا هاخد مجموعة من الرسائل على الفيسبوك. صفحتنا هي الكرة الأفريقية. طبعا مجموعة كبيرة من الرسائل وبنحاول ناخد أكبر عدد منها. حسين بخيت سنهوري من السودان، يا ريت يا أستاذ طارق لو تعمل تقرير عن فشل الهلال والمريخ في تحقيق البطولات الأفريقية. محمد محسن، ازيك يا مستر طارق؟ انا محمد محسن من شبين الكوم. في لاعب في نادي جمهوريه شبين اسمه تيكهينو عنده مهارات فظيعه وهو من نيجيريا. عصام بارسا سبورت، انا عصام من المغرب. في الاول اريد اشكر قناه نايل سبورت على هذا البرنامج الجميل والقيم، واريد اعرف متى ستجري مباراه اقصائيات كاس العالم. التصفيات الجايه ان شاء الله في مارس 26 و27 مارس.
انجينيرنج احمد علي. استاذ طارق السلام عليكم، انا عاوز متابعه اسبوعيه للمحترفين المصريين. النهارده هتشوف متابعه كويسه قوي بالمناسبه. وايه رايكم في المدرب فييرا؟ مدرب هايل. مباراه الكلاسيكو الساعه كام؟ 10 بتوقيت القاهره. اشرف موديستو بيقول ديما وداد، يعني دايما الوداد المغربي. خالد عبد الباري اتمنى وصول الزمالك للمباراه النهائيه لابطال الدوري والتاهل لكاس العالم للانديه. زبول انا زملكاوي من اسكندريه. ابراهيم ابو العلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كابتن طارق صدقني انا مش قد المعجبين بيكو ومعلوماتكم. وفي سؤال، الاهلي حضرتك شايف انه يقدر ينافس على بطوله الدوري، وايه رايك في الزمالك؟ الاهلي طبعا والزمالك والاسماعيلي وانبي، ممكن حرس الحدود، ممكن سموحه يكونوا موجودين في المربع الذهبي، والاربعه عندهم او الاهلي والزمالك والاسماعيلي عندهم فرص متكافئه، وحد من الانديه الثلاثه اللي انا قلتها لحضراتكم. لسه مستمرين مع حضراتكم، لسه مستمرين مع رسائلكم، لسه مستمرين مع فقراتنا في الكره الافريقيه. هنروح نفاصل سريع ونعود لمواصله البرنامج. هروح مع حضراتكم لحدث مهم جدا، مباريات العودة في الدور ربع النهائي الكأس الاتحاد العربي. كلها هتقام يوم الأربعاء، مباراة في منتهى القوة. يعني يمكن في مباراة آسيوية خالصة اللي هي النصر مع العربي الكويتي، هتقام في الكويت، والنصر كان كسب 3-2 في المباراة الأولى. لكن في 3 مباريات أفريقية أو فيها فرق أفريقية ومعاها فريق آسيوي. طيب طبعا في مباراة الإسماعيلي وشبيبة بلوزداد، وفي مباراة هتجمع اتحاد العاصمة مع البقعة الأردني، وفي لقاء الرجاء مع القوى الجوية العراقية. خلونا نبدأ الأول بلقاء الإسماعيلي وشبيبة بلوزداد الجزائري. تعالوا نتابع آخر أخبار الإسماعيلي وأيضا آخر أخبار بعثة شبيبة بلوزداد الجزائري، وزميلنا عبد الرحمن العركي من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي. مساء الخير يا عبد الرحمن. مساء الخير يا كابتن طارق. عبد الرحمن، اخر اخبار الاسماعيلي وبلوزداد، لان انت مرافق لبعثه شبيبه بلوزداد كمان. كابتن الاخبار النهارده النادي الاسماعيلي وصل لفندق الاقامه في الدفاع الجوي معاه 18 لعيب بقياده الكابتن صبري المنياوي. يعني خلال دقائق قليله هيتم عمل الاجتماع الفني للفريقين اللي هيكون فيه موجود فيه الحكام ومراقب المباراه. وبالنسبه لفريق شباب بلوزداد النهارده هيستأنف تدريبه الساعه 7:30 على ملعب الدفاع الجوي، لان في مباراه النهارده. هو ملعب المباراه، هي المباراه هتبقى الساعه 6:30 يا عبد الرحمن؟ 6 بحضور 3000 متفرج. خلاص ده تم الاتفاق عليه. خلاص تم الاتفاق عليه. جميل جدا. طيب عبد الرحمن، فريق شبيبه بلوزداد انت تابعت تدريبه بحكم ان انت مرافق للفريق، يعني هل في غيابات؟ هل في اي مشاكل بواجهها الفريق؟ هو الفريق كامل، بس ما فيش بس غير في اصابه من اللاعب البنيني باسكال انجال. لاعب نص الملعب جاله امبارح شد بسيط في العضله الاماميه. ففرص مشاركته في المباراه تبقى قليله يعني. يعني في لاعب واحد محترف من بنين، وده هيغيب لانه تعرض الى شد. طيب عبد الرحمن، الامور ماشيه كويس الحمد لله، يعني الاستقبال، وسمعت ان في دلوقتي كمان في الاسماعيليه في زي حفل كبير في رئيس نادي شبيبه بلوزداد. الامور ماشيه بشكل جيد يعني. الامور ماشيه بشكل جيد. الاستقبال كان فوق الحافل من مسؤول نادي الاسماعيلي، وفي سعاده كبيره بالاستقبال والحفاوه من فريق شباب بلوزداد، وهم متوقعين ده يكون من الجمهور في الملعب. كنا متوقعين ان يكون في استقبال ثاني من الجماهير في الملعب ان شاء الله. عموما عبد الرحمن، طبعا ده مش غريب على الاسماعيليه وعلى المسؤولين وعلى الشعب الاسماعيلي، ومش غريب كمان على شبيبه بلوزداد اللي قابل الفريق الاسماعيلي بشكل رائع. يعني كل المسؤولين شكروا في حسن الاستقبال. بشكرك جدا عبد الرحمن وكل التوفيق. يبقى دي كانت اول مباراه بنتكلم عليها النهارده، الاسماعيلي وشبيبه بلوزداد، مباراه غايه في القوه. ويعني طبعا مباراة الذهاب زي ما شفناها في الجزائر انتهت بالتعادل 1-1، ومباراة العودة هتكون بكرة إن شاء الله الساعة 6. آخر مباراة لعبها شبيبة بلوزداد في الدوري الجزائري كانت مع مولودية، كانت يوم الجمعة الماضي. آدي المباراة أمامنا أهي، وفاز مولودية 2-1. مولودية كسب 2-1، وأقيمت في ملعب الشهيد الحملاوي،
وده كان في اطار مباراه الاسبوع 22. بولوزداد دلوقتي في المركز السابع، ومولوديه في المركز الثالث. بولوزداد 31 ومولوديه 39، لكن الصداره لوفاق سطيف 49 نقطه، واتحاد الحراش الثاني 42 نقطه. الحقيقه كانت من المباريات القويه جدا. مولوديه طبعا بيرتدي الفانيلات البيضاء، شبيه بولوزداد بالفانيلات الحمراء. وبولوزداد سجل هدف جميل على فكره، يعني كان في كده جدل ان الكره تجاوزت الخط ولا لا، هنشوفها مع بعض، لكن هي تجاوزت بفرق بسيط قوي، يعني احنا تبيناها بالصعوبه برضو. لكن شبيه بولوزداد من الفرق والله الكويسه جدا، ومن الفرق اللي عندها يعني لعيبه كويسين جدا، وهقول من فرق الوسط في الدوري الجزائري. طيب بالمناسبة واحنا بنشوف كده لقطات لبولوزداد، معانا مدير الكرة في نادي شبيبة بولوزداد كابتن سماتي سفيان. كابتن سماتي اهلا بحضرتك، وبتسعدونا جدا بوجودكم في مصر. اهلا فيك كابتن طارق، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، وبنشكركم على الاستقبال الجميل اللي انتم خصصتوا بيه بعثة الاسماعيلي في الذهاب، وان شاء الله تكونوا مبسوطين يعني هنا في مصر. ان شاء الله ان شاء الله. يعني احنا في بلدنا الثاني، يعني نشكر شعب مصر كثيرا على الاستضافه، وكذلك شعب الاسماعيلي على حفاوه الاستقبال في المطار الاسماعيلي. كابتن سفيان، احنا مبسوطين جدا ان الاعلام وكرة القدم بتلعب دور كبير جدا في توطيد العلاقات ما بين الشعوب، وخاصة مصر والجزائر. يعني احنا يعني كابتن طارق، يعني من التاريخ يعني الشعب المصري والشعب الجزائري عنده علاقه كبيره جدا، يعني وهذا ما تخليش يعني مقابلات كره قدم تنقص من هذه العلاقه، والحمد لله يعني جات فرصه ثانيه ونصلح الامور، وكل الامور ترجع الى مجالها الطبيعي ان شاء الله. ان شاء الله. وانت توقعاتك ايه للمباراه، مباراه العوده كابتن سفيان؟ يعني المباراة لحد الان يعني كل الظروف يعني راهي مهيئه من جهتنا اللي كان نقوموا بمباراه في على حسن سمعه الفريق بلوزداد. فريق بلوزداد راهو لحد الان راهو يتمرن، وراهو في ظروف حسنه جدا، وان شاء الله يعني تكون هذه كل التحضيرات اللي قمنا بها، وهذه كل التمارين اللي نقوم بها يعني يوميا يعني تكون في صالح تاعنا ان شاء الله غدا على الساعه 3. ان شاء الله. انتوا عملتوا بروفا جاده بنشوفها دلوقتي، كانت مع مولوديه الجزائر، كانت في الدوري، ورغم الهزيمه 2-1 بس كانت مباراه جيده يعني لفريق بلوزداد. يعني هذه سيد كابتن، يعني مقابله ديربي، مقابله ثاني فريقين من العاصمه، يعني كان تكهن شويه صعب، وادينا مقابله في القمه، ولكن الحظ ما حالفناش باش نفوزوا بهذاك اللقاء. معلش هي دي كره القدم يا كابتن سفيان. عموما كابتن سفيان بنشكرك جدا، بنرحب بيكم في مصر. اللي يفوز بكل الروح الرياضيه هنقول له الف مبروك، ونتمنى له التوفيق في المربع الذهبي ان شاء الله. وشكرا لحضرتك، شكرا ليك. بارك الله فيك، يعطيكم الصحه. شكرا ليك. لسه بنتكلم على كاس الاتحاد العربي، ويعني طبعا كمان في مباراه هتجمع الرجاء البيضاوي مع القوى الجويه العراقيه. المباراه الاولى 1-1، والرجاء بيستعد بقوه. يعني يمكن محمد فاخر صرح كده تصريح بيقول انا ما يهمنيش كاس الاتحاد العربي او مش في حساباتي، لا تاكدوا انه بيهمه، لانه يهمه انه يعمل بطوله. تعالوا نشوف كده اخر مباريات لعبها الرجاء. يعني هو طبعا في الدوري المغربي لعب مع وداد فاس وفاز 2-1، ولعب كمان السبت اللي قبل اللي فات مع القنيطري وتعادل 1-1. والدوري المغربي اللي بنشوف منه لقطات دلوقتي بيعتبر من اقوى المسابقات في العالم العربي وفي القاره الافريقيه. السبب ايه؟ ان قاعده المنافسه كبيره جدا، عندنا 4 أو 5 فرق في منتهى القوه، ما حدش بيبقى عارف مين هياخد الدوري لغايه الاسبوع الاخير. الوداد ولا الرجاء ولا الجيش الملكي ولا المغرب الفاسي ولا المغرب التطواني ولا الفتح الرباطي، كل الفرق دي تعاقبت في الاحتلال القمه وفي عمل نتائج مميزه. طبعا الدوري المغربي دوري عريق جدا، وفي كم كبير جدا من اللاعبين المغاربه محترفين طبعا في الاقطار الاوروبيه، وده يعني شيء جميل. لكن لسه اللغز انه المغرب فيها لاعبين محترفين مميزه جدا، ومع ذلك على المستوى البطولات الافريقيه او على المستوى
المنتخبات لا تقدم بما يتناسب مع النجوم اللي موجودين في الملاعب الأوروبية وفي الدوريات المختلفة. لكن بنتمنى بقى انه رشيد الطوسي هيبتدي زي ما انا شايف يعتمد على المحليين، لان الدوري مستوى مرتفع وهيكون ليهم تواجد في الفترة القادمة ان شاء الله. هذا الاسبوع الماضي يعني كان في حارس مرمى المغرب الفاسي انس الزنيتي. انس كان سقط في اللعبة دي، كانت في مباراة الوداد وبلع لسانه، ولولا الاسعاف ليه المباشر كان ممكن تكون الامور صعبه جدا، لكن الحمد لله خلاص الحارس الحمد لله تمثل الشفاء، وطبعا يعني في طريقه للعوده للمشاركه مع فريقه مره ثانيه. وكتير جدا من النجوم زاروه، يعني كان حريص جدا الزاكي بدو الزاكي حارس الوداد السابق والمدير الفني الاسبق للمنتخب المغربي والنادي الوداد انه يزوره، وكمان مدرسه الناشئين في الوداد راحت زارت الحارس وتمنت له شيء جميل. ادي وهو في المستشفى، وطبعا بيعبر عن شكره على اهتمام الناس واهتمام العالم العربي كله بيه، وده شيء يعني بيرفع معنويات اي حد بيكون في موقف صعب. واحنا كمان في نايل سبورت بنتمنى له ان هو ان شاء الله يكون موجود مع النادي الفاسي في اقرب فرصه، ونقول له الحمد لله على سلامتك يا انس. هرجع تاني رسائلنا على الفيسبوك، صفحتنا هي الكرة الافريقيه، ونتلقى رسائلنا من كل الاقطار. عبر عن رأيكم زي ما انتم عايزين، واحنا بنسعد بكل آرائكم بصفة دائمة. عندي من ضمن الرسائل في حسان سعيد من الجزائر: أنا أستمتع ببرنامجكم وأتمنى لكم كل النجاح. إمتى مباراة الإسماعيلي وبلوزداد؟ الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت الجزائر الأربعاء. ما رأيكم في أداء الأفارقة مع ميلان؟ يعني هنتكلم على الأفارقة وهنتكلم على شعراوي إن شاء الله النهاردة، وبواتينج وسولي مونتري أسعدونا جدا بالهدفين اللي سجلوهم في برشلونة. أحمد عبد القادر بالسودان: ما هي أفضل 5 أندية عربية؟ يعني هنقول في السودان الهلال والمريخ، في مصر الأهلي والزمالك والإسماعيلي، في ليبيا الاتحاد والأهلي، في تونس الترجي والنجم والصفاقسي والأفريقي، الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، وفاق سطيف، مولودية. أعتقد دي أقوى الأندية ومحدش يقدر يختلف عليها. علي عبد الله: اتمنى التوفيق لكل الفرق العربيه، ده المطلوب طبعا. توفيق من السودان بيقول: انا مع شعراوي، ليه الناس زعلانه انه بيلعب او هيلعب باسم المنتخب الايطالي؟ هو يعني شعراوي حر في قراره، لكن هو لعيب مميز، والدته ايطاليه، والده مصري، ولكن يعني هو اختار ايطاليا بحكم تواجده فيها. طيب في فقرة هنشوفها على ستيفان شعراوي بمناسبة رسالة توفيق. ستيفان شعراوي طبعا سجل هدف في انتر ميلان، وكمان عمل هدف في مباراة برشلونة، يعني مباراة برشلونة عمل فيها هدف رائع جدا لسولي مونتري علي، الهدف الثاني، والهدف الآخر سجله لاعب غاني برضه بواتينج، يعني الاثنين أفارقة. ستيفان شعراوي نجم مميز، عمره 20 سنة، شهر جدا، وكان بيلعب في جنوة كلنا عارفين، ومن أب مصري أم إيطالية. وقال أنا يعني لعبت في المنتخب الإيطالي كل فرق الناشئين، ولما يعني احنا عارفين القانون بيقول إنه بتختار منتخب، ما ينفعش تلعب في منتخب وترجع تلعب في منتخب تاني، فهو فضل إن يكون معاه الفرصة في المنتخب الإيطالي، وهو كان بيلعب في المراحل السنية المختلفة في المنتخب الإيطالي، يعني في المراحل بقى تحت 17 19 سنة، وأنا أتمنى له التوفيق. يعني ستيفان شعراوي عنده مهارات عالية جدا، وفي كلام كبير جدا على أنه ممكن يحترف في كمان برشلونة، يعني برشلونة اتكلم عليه كمان، وقالوا أنه مع نهاية السنة ممكن جدا يكون منتقل إلى برشلونة. محمود بيتا: ما رأيك في أداء الزمالك؟ كويس جدا وعامل شغل هايل. هل قادر على التتويج؟ طبعا ممكن جدا، الزمالك مرشح بقوة في دوري الأبطال أو في الدوري. في أحمد عبد موجود من سوهاج: يا ريت يا جماعة تمدوا وقت البرنامج، وعايز فقرة عن المحترفين الأفارقة. اتكلمنا على نجمنا طبعا شعراوي، وهنتكلم كمان على العبد، هنتكلم على نجمنا طبعا في إنجلترا بيلعب في برايتون، وموقفه بقى مختلف، يعني مختلف تماما. يعني هو من سنة 2005 رغم انه عايش هناك، والدته انجليزية والده مصري، بس قال انا نفسي العب في منتخب مصر، وعبر عن ده في اكتر من مناسبة.
لغايه ما جات له الفرصه في 2005. في 2005 بالفعل يعني تعبر عن ده، لكن جات له الفرصه في 2012 عفوا لما اختاروا المدير الفني برادلي لصفوف منتخب مصر، ولعب في بعض اللقاءات الوديه. هو بيلعب مدافع، وكمان هو هيجدد عقده ادم العبد مع نادي برايتون، وقال انه يعني انا مبسوط في النادي وبقالي 9 سنين فيه، وانا نفسي ان انا اكمل ان شاء الله فيه. ادم العبد عمره 28 سنه، عنده بنيان قوي زي ما احنا شايفين، وعنده اعتزاز جدا بمصريته، وكان نفسه يلعب لمنتخب مصر من زمان رغم انه عايش في انجلترا، واحنا بنحييه. يعني لابد ان احنا نحيي اي لاعب انه هو يكون حريص على انه يشارك مع منتخب مصر. كمان من نجومنا هذا الاسبوع كنت قلت لنا عايزين نشوف فقره عن المحترفين. معانا اللاعب احمد حسن وشهرته كوكا، كان بيلعب في منتخب الشباب وسجل هدف جميل في الاسبوع الماضي. احمد حسن بيلعب في منتخب الشباب، بيلعب في نادي اسمه ريو افي، وكان يمكن يعني هذا الاسبوع كان حصل على البطاقه الحمراء في مباراه سبورتنج براجا، وغاب عن المباراه التاليه، لكن هيعود ان شاء الله في يوم 3 مارس في لقاء فريقه مع استوريل ان شاء الله. الدوري البرتغالي من الدوريات الكويسه ودوري مميز. نادي ليرس البلجيكي كمان هاني رمزي ونجومنا الثلاثه، عندنا او 4 نجوم هذا الاسبوع. اخيرا رجعت الانتصارات لنادي ليرس البلجيكي وعادت مره اخرى، ويعني طبعا فازوا في المسابقه 3-1، وده اول فوز من نوفمبر للفريق اللي بيتولى ادارته الكابتن هاني رمزي. فاز على فريق اسمه جيرمينال، واول فوز من 17 نوفمبر تحديدا. المباراه ديت لعب فيها احمد سعيد اوكا، ولعب مصطفى شبيطه، ولعب احمد ابو مسلم، واحمد ابو مسلم سجل الهدف الثاني كمان في المباراه. دودي الجباس كان موجود على مقاعد البدلاء. ليرس في المركز ال14 عنده 23 نقطة، عنده 23 نقطة فريق ليرس البلجيكي. يبقى شفنا كده يا جماعة النهاردة 3 من محترفينا والكابتن هاني رمزي، وشفنا آدم العبد، وشفنا أيضا ستيفان شعراوي، وشفنا أحمد حسن كوكا. يعني فقرة كاملة عن المحترفين شفناها حضراتكم. نتمنى التوفيق للكابتن هاني رمزي ونجومنا المصريين مع نادي ليرس البلجيكي. هرجع تاني للفيسبوك واخد رسائلكم. زميلنا سامح شاهين وزميلنا محمد حسان وجاهزين كده. محمد بيتا بيقول محمود بيتا عفوا، السلام عليكم، انا محمود من القاهره. يا استاذ طارق، ايه رايك في الفريق الزمالك؟ كان مميز جدا الحقيقه في الاسابيع اللي فاتت كلها، وهل القوه قادره على التتويج من ضمن الاسماء المرشحه؟ جيم اوفر. السلام عليكم استاذ طارق، انا ابراهيم من اماري دوار بسكرد المغرب، اتمنى فوز الرجاء بكاس العرب. جابوني بيقول السلام عليكم، انا الحسين من الجزائر. والله يا استاذ طارق اريد ان اعرف رايك في المنتخب الجزائري، منتخب ممتاز طبعا وهارد لك ليه في كاس الامم، سواء مع المدرب رابح سعدان او سواء مع وحيد خليلوزيتش. ابراهيم بيقول يا كابتن، انا وكذلك مجموعه الشباب هنا في الصفحه نتمنى منك ان تعرف بمنطقتنا، وهي منطقه امازيغ في المغرب. بنتمنى لكم التوفيق وشكرا على متابعتكم في المغرب. حسان سعيدي، السلام عليكم كابتن طارق، انا حسان سعيدي من الجزائر، مستمتع جدا ببرنامجكم، اتمنى لكم كل النجاح. عندي سؤال، امتى اياب دوري كاس العرب؟ بكره ان شاء الله الاربعاء. مباراه الاسماعيلي وشبيه بلوزداد الساعه الجزائر 5 بتوقيت الجزائر. في كمان ابراهيم، اتمنى فوز الرجاء بالثنائيه هذا الموسم، بيقصد كاس الاتحاد العربي وبطوله الدوري. علي عبد الله، السلام عليكم، اتمنى التفوق لكل الفرق في البطولات الافريقيه، وانا مشجع الهلال السوداني واتمنى ان يستمر في عروضه الجيده. هنشوف بعد دقائق فقره عن الدوري السوداني وفوز الهلال وفوز المريخ. ابقوا معانا، لكن هنروح لفاصل.